السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده عزومة كده سريعة. عملت عزومة والمية قطعة يا جماعة. شوفوا بقى التعب اللي انا هبقى فيه. انا بجد اكتر حاجة تعصبني المية القطع. بصوا بقى تخديعة المحشي بقى، انا قلت اعمل كده اصناف جامدة جدا، وشوية البصل الحلوين دول بقى هقطعهم على اللحمة اللي انتوا شفتوها، هعمل احلى كباب حلة. شوفوا معايا لاخر الفيديو، هو الفيديو دقايق بس حبيت اشارككم كده معايا عزومة النهاردة. والعزومة بجد عاملة الاكل ده من قلبي لاخواتي حبايبي و وجوزي طبعا عشان بيرجع شقيان وتعبان، ولازم طبعا يلاقي ايه اكل واصناف حلوه. بصوا بقى الفيديو بيجري معاكم جدا لان هو 6 دقايق بس. هنا اللحمه قطعتها كباب حله، وحطيتها كده مع البصل، كميه بصل حلوه محترمه اللي انتوا شفتوها، ولورا وملح ملح لا فلفل اسود. وخدعت معاكم تغذيه المحشي اللي انتوا شفتوها. طبعا انا عملت الاكل ده كتير بس حبيت اشارككم لحظات كده ايه من الفيديو. وعصقت هنا اللحمة عشان هعمل أصناف النهاردة حلوة جدا، وتابعوا معايا لآخر الفيديو. ولو لسه ما اشتركتيش أو لسه أول مرة تشوفيني، لايك وشير وسبسكرايب عشان كده عيلتنا تكبر مع بعض. هنا بقى اللحمة تستوي كلها، اللحمه تستوي بقى كلها الاول، وبعدين في الاخر انزل بالطماطم والفلفل. ليه بقى؟ عشان لو نزلت بالطماطم والفلفل في الاول هتتهري مع اللحمه، هتتهري بقى على اللحمه ومش هتحسي بقى بايه، هتبقى فراويل كده. الطماطم والفلفل بيبقى الشكل مش لطيف. هنا الجلاش الرول بقى انا عملته معاكم قبل كده في رمضان كتير. ارجعوا كده الفيديو بتاع رمضان، اول فطار لرمضان على القناه عندي، وشوفوا الطريقه، والطريقه سهله جدا. وهنا بوريكم الطماطم والفلفل. واهم حاجه بقى في الفيديو ده عايزه اقول لك، انا ما كنتش محضره اي حاجه للعزومه دي، وكمان الميه كانت قطعه. فاهم حاجه عايزه اقول لك، في الاوقات الصعبه لازم تكوني منظمه افكارك. يعني انا مثلا في الميه قطعه اقوم عامله حاجه، عملت بقى ايه اللي هو قورت البتنجان وقورت الكوسه، نظمت نفسي بمعنى اصح. وقطفت بقى الملوخيه. يعني عملت الحاجات الايه اللي محتاجه مني قاعده، يعني بمعنى اصح. اهم حاجه تكوني منظمه افكارك حتى لو ايه في وقت صعب، وتكوني كده ايه شايله يعني حاجه فيها ميه كده للضروره. لو الميه قطعت، نفعني كتير امبارح، بس بجد الميه بتعصب قوي لما بتقطع. كمان كنت ما عملتش حاجه قبلها خالص، لاني انا كنت بقدم بقى لولادي، وكنت مسحوله سهله حلوه، يعني لسه يخشوا بقى كي جي 1. فعقبال أولادكم كده جميعا، وتفرحوا بأولادكم ويوصلوا لأعلى الدرجات والمراكز يا رب، وولاد المسلمين جميعا. بالنسبة بقى للجلاش الرول، هتجيبي بقى كل ورقتين من الجلاش، ما تدهنهمش سمنة خالص. حطي اللحمة المفرومة بتاعتك ولفيه زي ما انت شفتيه كده بالطول في الصينية، وبعدين قطعيه. التسقية بقى بتاعته انت ما عندكيش لبن، شوية شوربة، معلقتين سمنة، ده اللي عملته فيها امبارح. معلقتين سمنة، بيضاية، ملح وفلفل، وضربتهم كده وسقيت الجلاش كله. طلع والله مورق وتحفة وخفيف ومش مليان سمنة ولا بيجزع كده، وجميل، لان يعتبر الجلاش من المقبلات برضو زي السمبوسة وكده وجنب الاكل. فبجد كان حلو قوي وعجب اخواتي جدا 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 الاكل، وبألف هنا والشفا عليهم. وعايزه اقول لكم الواحد وهو بيعمل الاكل بحب، حتى لو قابلته حاجات صعبه وهو بيعمل الاكل، زي ما الميه كده قطعت معايا امبارح. فالواحد لو نيته حلوة ونيته خير كده وهو بيعمل الحاجة بحب، فربنا بيقويه والحاجة بتخلص وبتطلع كمان أجمل حاجة. والحمد لله الأكل عجبهم وكان يوم جميل. وأحلى حاجة يا جماعة القعدة كده الحلوة بقى مع أخواتك، مع أصحابك، مع أهلك اللي بتحبيهم، فبتبقى اليوم حلو جدا وجميل، وبالذات لو القعدة حلوة وكل الموجودين بيحبوا بعض. فربنا يديم كده المحبة بينا يا رب، ويكتر كده أيامنا الحلوة يا رب، أنا وانتوا جميع اللي بيسمعني.
بصوا بقى التسقية اهي بتاعته حاجة كده روعة روعة والله، مش عشان انا اللي عاملاه بس، بجد اللي جربه اكيد هيعرف ان الجلاش كده احلى بكتير، كمان ما هو بيتحط كده وبيبقى مربعات، الصوابع احلى بكتير. حتى الحلو بعمله برضو كده صوابع، معرفش انا بحبه جدا. برضو في ستات كتير برضو خدت مني الطريقة وعجبهم قوي. تابعوني بقى اللي لسه ما تابعونيش، وحطوا لايك وسبسكرايب كده. ودخلته بقى في الفرن، في الرف اللي في النص على درجة 180، وكل شوية تابعه طبعا، واحمر من تحت والشواية من فوق. اداني لون تحفة تحفة يعني، هتشوفوا في الاخر. هنا كباب الحلة بقى كان استوى، والمحشي كمان قفلت عليه. واهم حاجه برضو في عزوماتك ان انت ما تكتريش، يعني حتى لو هتكتري اصناف تبقى بكميات على قد الموجودين، عشان ما يتبقاش بقى منك حاجه، يعني كميه كبيره، هو حتى لو اتبقى هيتبقى لتاني يوم بس. انا حصل معايا كده، اتبقى لتاني يوم بس، يعني يا دوبك كان اتغدى بيه كده وخلاص النهارده. هنا بقى كنت بطش الملوخيه. لو هتكتري اصناف فيبقى كميات قليله على قد العزومه بس. ده اللي قصدي اقولهولك، وده المضمون بتاع الفيديو النهارده. وانتوا كلكم اكيد ستات شاطره كده واحنا كمان، انا كمان اتعلم منكم يعني، فبس بحب ايه، يعني افيدكم بحاجه تنفعكم زي ما بتعلم برضو منكم. خلي بقى الملوخيه يظبط، بتخلي الملوخية الكزبرة وحتة التومة دي بتخليها تروح في حتة تانية. هنا بقى كنت عملت الدبابيس الفراخ بالفيجيتار، وحمرت بقى الحاجات اللي عايزة تتحمر بقى، السمبوسك والفراخ. وكمان ظبطت كده الأكل وغرفته، وده الشكل النهائي للأكل. واشوفكم في فيديو جديد، وبألف هنا على اللي هيجرب يا رب وياكل. بجد اليوم كان جميل قوي، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.